السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا أخوان، أحمد رحال، العميد أحمد رحال، يعني والله أنا اعتقدت إنه خلص، يعني ما في داعي إنه أطلع وأحكي عنه، خلص مكشوف، وأي شخص يعني يفقه يعني الشيء الأدنى في الشأن السوري بيعرف إن هذا الرجل يعني رجل مفلس ما حصل على منصب، فعم هاجم الدولة بأسلوب ناعم، بأسلوب يعني على أساس المحب المخلص اللي خايف على الدولة. فهيك له إبر ناعمة يعني بكل خبث صراحة. يعني امبارح هيك حطيت بوست على الفيسبوك اني عم بنتقده، فوالله تفاجأت انه في معي اصدقاء يعني في الفيسبوك، اصدقاء يعني سياسيين كبار، يعني نائب رئيس حزب وكذا، فلاقي والله عم بدافعوا عنه. ما بدي اذكر اساميه، لكن والله اندهشت. قالوا لي ما بصير تحكي عن هذا الشخص مهما يكن، مهما ما اختلفنا مع هذا الشخص، يبقى يعني قامة ثورية أو أيقونة من أيقونات الثورة. أحمد رحال أيقونة من أيقونات الثورة. فشفت لا والله لازم نرجع ونطلع ونحكي ونفضح هذا الرجل اللي هو أساسا مفضوح يعني. بس معلش يا أخي، التكرار بعلم الشطار. امبارح يا أخوان بيطلع علينا أحمد رحال، صدقوني حلقة عجيبة جدا، عجيبة جدا. هذا الرجل فقد عقله تماما، يعني اسمه أحمد رحال، يمكن عقله رحل، ما بقى يعرف ايش يحكي، ايش يقدم محتوى. يا ترى بده مشاهدين، بده متابعين جدد، يعني ما بعرف. يعني امبارح حلقته كانت عجيبة جدا. عنوان حلقته: ثلاث رؤساء لسوريا على الطريقة اللبنانية ومناف طلاس وزير الدفاع. صراحة يعني العنوان من كتر ما هو شاذ وغريب بشد. رجعت والله مرة تانية شفت الحلقة. الرجل شوفوا، هذا هو، هي الحلقة. الرجل عم يطرح فكرة عجيبة جدا، انه ليش ما نعمل ثلاث رؤساء على الطريقة اللبنانية. يعني شلون على الطريقة اللبنانية؟ يعني زعيم للسنة، يعني فرضا لبنان، شلون لبنان عندهم رئيس الجمهورية اللبنانية عون، جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، زعيم الطائفة السنية فيك تقول، أو يعني ممثل الطائفة السنية، ورئيس النواب أو البرلمان تبعهم نبيه بري. بس هذا الأمر ليش عملوه في لبنان؟ يعني كان عندهم حرب أهلية، عملوا اتفاق عام 1989، اتفاق الطائف، وقسموا لبنان على الطوائف، يعني محاصصة طائفية. نظام الحكم عندهم محاصصة طائفية. ليش اضطروا يعملوا هذا الأمر؟ لأن يعني في عندهم طوائف وكبيرة، يعني كثافة السكانية يعني معتبرة. طائفة المسيحية 40 45%، السنة 33%، الشيعة 28%، يعني طوائف كبيرة يعني. لذلك كل واحد أخذ حصة ونصيبه من الحكم، ونظام فاشل. يعني شوفوا لبنان لحد الآن يعني تحسها إشلاء دولة، ما في هيبة أبدا، ما في شيء اسمه قانون، كل واحد بيحكم على كيفه، كل واحد في حارته الزعيم. يعني هيك يا أحمد رحال بدك تكون سوريا؟ بعدين احنا ما لنا مضطرين على هذا الأمر. يعني نسبة المسلمين السنة 85%، فليش يعني بدك محاصصة طائفية؟ ولا بس بدك تصنع حلقة هيك من لا شيء؟ والله أمر عجب. هذا الإنسان عجيب جدا، كل ماله يعني عم فاجئنا أكثر وأكثر وأكثر. يا أخي خلص انضم للمعارضة، خليك يعني مثل كمال لبواني، نضال معلوف. لا ايش هاللف والدوران وانت على اساس الناصح؟ لا، ومين بده يسلم وزارة الدفاع؟ يسلم وزارة الدفاع اطلاس، مناف اطلاسي. اقسم بالله هذا الرجل لو استلم سوريا ثلاث ايام ما بطول بايده، ثلاث ايام بوزعها على السريع بيخرب بيتنا. يلعن شيطانك على الافكار هي الشاذة، من وين عم بتجيب لنا اياها ما بعرف. لا، ومصر على فكرة انه هو خايف على الاقليات كتير يعني. وليش الاقليات ما عم بتشارك في الحكم؟ ونحن عنا علوية وعنا دروز وعنا مرشدية وعنا اسماعيلية وعنا اكراد وعنا تركمان، ولازم نقدم لهم ضمانات، ولازم هدول يتشاركوا معنا بالحكم. شلون بدهم يتشاركوا بالحكم؟ انا ما افهم عليك. يعني شلون يشاركوا بالحكم؟ يشاركوا ما في مشكلة، كنواب في البرلمان يستلموا وزارات، مثل فرضا هند قباوات وزيرة الشؤون الاجتماعية من الطائفة المسيحية، مثل عندك فرضا أمجد بدر وزير درزي مستلم وزارة الزراعة.
في عندك فرضا يعرب بدر يمكن وزير النقل علوي، وفي عندك على ما اظن وزير كردي، هي خلاص يعني شاركوا معنا بالحكم. يعني ايش قصدك؟ يعني لازم نقدم لهم ضمانات اكثر من هيك، ولازم يشاركوا بالحكم. يعني تفضلوا يا اخوان ادخلوا القصر الجمهوري ونساوي مجلس حكم تشاركي. يعني ايش قصدك؟ يعني انه لازم يشاركوا في الحكم؟ يعني هي وزارات واخذوا، ونواب في البرلمان ودخلوا، يعني ايش ممكن يشاركوا اكثر من هيك؟ بعدين ليش انت دائما هيك يعني كثير اكل هم الاقليات ما شاء الله، واكل هم الدروز والعلويه، ويعني ليش هذا الامر؟ يعني بدك مشاهدات؟ لك يا اخي احكي معنا، بنبعث لك سوبر ثانكس، بنبعث لك مساعدات. يعني حل بالك عن الدوله بقى. عجيب جدا انه لسه في ناس عم تتابع هذا الرجل. اكيد طبعا اللي عم تابعوه عم بدخل دائما بشوف يعني من فئه معينه، يعني جماعه ذو الفقار وجماعه ماهر الاسد رجع وجماعه قسد وهالجماعه هي يعني. بس انا بلاقي احيانا بعض من المسلمين لسه عم تابعوا. مثل امبارح التعليقات اللي اجتني يعني مفاجئه جدا صراحه. معقول لسه في ناس منخدعين بهذا الرجل؟ هذا أيقونة ثورية؟ هل يا ترى هذا كان فعلا مع الثورة؟ والله يمكن هذا كان مخبر لنظام الأسد، الله أعلم. مستحيل شخص يحمل أفكار ثورية بيطرح مثل هيك الأفكار السخيفة اللي ما بتطبق. صرعتوا راسنا بخشتوا أدنينا إنه لازم نقدم ضمانات وعندنا طوائف كثيرة. لكن اعتبر لكن منكم مثل الهند عندها شي 200 300 ديانة ولا أكثر، يمكن عندهم شي 1000 ديانة. والله نقسم الهند لشوارع وحارات، هاي الحارة للطائفة الهندوسية، وهي الحارة للطائفة البطيخية، وهي الحارة اللي بيعبدوا الفيران. عيبك يا جماعة، استحوا بقى. لسه كل شوي والله العظيم كتر خير، والله كتر خير الحكومة اللي وزعت وزارات على الطوائف. ما شفنا العادة تشاركية في المقتلة اللي صارت بحق أهل السنة. كل المقابر الجماعية من لون واحد، هن أهل السنة. كل المقتلة البرميل كان عم ينزل على وين؟ على المسلمين السنة. الصواريخ، القصف الروسي، القصف الكيماوي، كل المقابر الجماعية لون واحد، المسلمين السنة. ولما بلش المسلمين أو شعب سوريا ينتفض ضد هذا النظام أيضا لون واحد. يعني والله الجبهات كانت كلها من المسلمين. ومع ذلك نحن دفعنا الفاتورة ودفعنا وكل الضحايا منا، ونحن اللي استرجعنا بلدنا وقهرنا هذا الحكم الطائفي النصيري المقيت. وبعد ما استلمنا الحكم والله كتر خيرنا، حاصصنا الطوائف وشاركناهم بالحكم. أعطيناهم وزارة النقل، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الاجتماعية، ودخلوا النواب في البرلمان. يعني أكثر من هيك إيش ممكن أقدم يا أحمد رحال؟ عجيب أمرك، يعني بس بدك تنتقد. هذا كل شيء هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.